السلام عليكم. إذا جاء أمر الإمام المهدي عليه السلام، أين سنضع أنفسنا في وسط هذا الأمر الإلهي؟ وكيف سنتعامل مع الأمور؟ وكيف سننظر إلى أنفسنا وإلى من حولنا؟ هذا الأمر مهم جدا، فعلينا أن نحيط به نوعا ما. تابعونا. المهدي أمل يطلق في الدنيا هيها. مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم أيضا سوف نتحدث عن أقوال السيد المسيح ورسالاته عبر الزمان وعبر آلاف السنين إلى أنصار القائم المهدي عليه السلام، لأن المسيح هو من سيقود مع الإمام المهدي أمر الخلاص، فلذلك لا بد أن نتتبع قصة المسيح ونتتبع أقواله، لأن فيها عبر كبيرة جدا. نذهب إلى الكتاب المقدس، وتكلمنا قلنا الكتاب المقدس فيه هدى ونور، بغض النظر عن الآيات التي حرفت، فيه الكثير من الآيات الأخرى التي لم تحرف. نبدأ على بركة الله. يقول السيد المسيح في الكتاب المقدس: إنسانان ذهبا إلى الهيكل ليصليان. الهيكل مكان العبادة. أحدهما فريسي رجل دين يعني، والآخر عشار. العشار يعتبر من الخطاة، اللي يعني شلون احنا جابي الضرائب، يكون هذا يد للحاكم على الناس الفقراء، فهذا يعتبر يعني مسيء. والآخر عشار. أما الفريسي أي رجل الدين فوقف يصلي في نفسه قائلا. هما الشخصين، رجل الدين وجابي الضرائب، ذهبوا إلى الهيكل يصلون إلى مكان العبادة. خلينا نشوف شنو الواقع مالتهم. فوقف يصلي الفريسي في نفسه قائلا: أنا أشكرك اللهم، أنا ليس كباقي الناس الظالمين، ألح وأشكرك أني لست كجاب الضرائب هذا، أصوم يومين في الأسبوع وأقدم عشر مالي. يعني كان معجبا بإيمانه وتقواه، وينظر إلى الآخرين أصحاب الخطايا بعين الازدراء بأنه أفضل منهم. الآخر ماذا قال؟ أما العشار فوقف بعيدا ولم يشأ أن يرفع رأسه إلى السماء، بل قرع صدره وقال: اللهم ارحمني ربي أنا الخاطئ. شوف الموقفين، إيش قد هذا نادم على أفعاله وهذا مفتخر بحسناته. إن العشار، شوف المسيح شو يقول: إن العشار وليس الفريسي عاد إلى بيته مبررا عند الله. هسه هم اثنينهم راحوا يردون يعبدون، وهذا اعترف بخطاياه وهذا افتخر بحسناته. فالمسيح ماذا يقول؟ إن العشار وليس الفريسي، يعني رجل الدين، عاد إلى بيته، عفوا العشار جاب الضرائب عاد إلى بيته مبررا عند الله، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، وأما من يضع نفسه يرتفع. هنا عبرة كبيرة جدا. هنا المسيح يريد يفهمنا أنه الإنسان يفترض أنه ما يعجب بنفسه. أولا القرآن ماذا يقول؟ ولا تمنن تستكثر. كل إنسان يستكثر عمله فهذا يمن على الله، وبالحقيقة لله المنة. الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا، ولو الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله سبحانه وتعالى كل الخير من الله سبحانه وتعالى. عندما نريد أن نشكر الله حق شكره فما نستطيع أن نشكر الله حق شكره. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كل شكر نشكر الله فيه هذه نعمة تستحق الشكر، فلذلك ما نقدر احنا نوفي الله شكره، ولا نقدر نوفي يعني الأفضال اللي أنعم بها على الإنسان. أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا وقف مزهو بنفسه، ينظر إلى الآخرين نظرة استعلاء. طبعا هذه موجودة عند رجال الدين، يعتبرون نفسهم شعب الله المختار، والناس هذول العوام يسموهم عوام، بس عند الله التسميات هذه ما موجودة. لا مرجع موجودة عند الله، ولا رجل الدين موجود عند الله. كلنا عباد الله سبحانه وتعالى، كلنا عباد لله سبحانه وتعالى. وهذا الخاطئ
الحديث ماذا يقول؟ سيئة تسوءك خير من حسنة تسرك. هذا السيئة عندما يصنع الإنسان سيئة، احنا ما نشجع على السيئات، وإنما لا يفتخر الإنسان أولا، شوف الميزان، لا يفتخر الإنسان بحسناته، لأنه ولا تمنن تستكثر، من منت على رب العالمين، رب العالمين بعد تغيرت الإحداثيات كلها تغيرت. لا تمن على رب العالمين ولا تنظر لنفسك باستعلاء. هذا إذا كنت تريد تصنع الصالحات. الإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ لا ترفعني، اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا وضعتني في نفسي مثلها. العفو زين العابدين يقول ذلك في الصحيفة السجادية، إلا وضعت نفسي مثلها. ما يرتفع الإنسان، من رفع نفسه يتضع، ومن وضع نفسه يرتفع. أما الخطاة إذا كان مصر على خطأ هذا شغلته تعبانة، هذا أمره يعني وموقفه سيء راح يكون. أما إذا تاب وأصلح وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات في القرآن. هو هذا الذي يغفر له، تكلمنا في الحلقات السابقة، الذي يغفر له كثيرا يحب كثيرا. لذلك هذه الناس اللي راح يعني يخرجون من ذنوبهم ويدخلون في أمر الإمام المهدي ويتوبون إلى الله، هؤلاء موقفهم أفضل بكثير كثير من الناس الذين كانوا متدينين ويدخلون، لأن هذه كلها رواسب. الإنسان ينظر إلى نفسه، إلا من عصم الله، إلا من الله سبحانه وتعالى جعل قلبه نير بحيث أنه ما تزيد يعني العبادة ما تزيد بداخله رفعة، ما تزيد بداخله كبر ولا أنا ولا زهو، بالعكس كانوا أهل البيت القمة، الأئمة المعصومين القمة، رسول الله صلى الله عليه وآله على رأسهم. قال له القرآن الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني كان يشقي نفسه ويتعب نفسه ويجهد نفسه حتى تورمت قدماه من العبادة، حتى قالت له إحدى زوجاته: لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بس النبي ترى غفر الله له هذا الأمر، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما الباقين هاي خدعة إنه اللي من زار الحسين عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه ماكو هيك كلام. وهو هذا مبرر طبعا صار إلى رجال الدين وإلى بعض المتدينين وإلى حتى السياسيين، إنه يزور الحسين ويروح يسوي جرائم بعدين لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماكو هيك كلام. كانوا أهل البيت عليهم السلام اللي هم القدوة، اللي هم رفع الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، يرتعدون خوفا. الإمام زين العابدين عندما يتوضأ يتقلب لونه أصفر، يتقلب لونه من الخوف. يقولوا له: ليش هالشكل أنت، يعني هذا الخوف اللي عندك؟ قال: أني ألا تعلمون أني سوف ألاقي من؟ جبار السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض. لذلك نقول أنه هذا المثل يدعونا نحن لنعد أنفسنا عندما نذهب إلى الإمام المهدي ونرجع إلى الحق ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعائنا وصلاتنا وأعمالنا، أن لا ننظر إلى أنفسنا نظرة كبيرة. ما نحن أمام النبي محمد والأئمة الطاهرين كلهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم نظرة بسيطة قليلة، لأنه أمام الله هو كل الخير من الله سبحانه وتعالى، لا تمن على الله سبحانه وتعالى. أمر آخر أو قول آخر لسيد المسيح يقول: الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله كطفل صغير فلن يدخله. ويقول: ومن يقبل طفلا باسمي يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم هو أعظم الجميع. طبعا الأصغر مو مسألة صغر سن فقط، المسألة هنا الأصغر في نفسه، يرى نفسه أصغر، لأنه عندما من وضع نفسه يرتفع. عندما الإنسان يتواضع الله سبحانه وتعالى يرفعه. وهذا القول جدا مهم. من لا يقبل ملكوت الله، من لا يدخل ملكوت الله كطفل، يعني أنت من تدخل ملكوت الله
قضية الإمام المهدي ملكوت الله، قضية الخلاص هذا ملكوت الله. كل الأمم كانت والأنبياء يحلمون في وجودهم في دولة العدل الإلهي في زمن القائم المهدي. هذا حلم، والحلم الكل الصالحين كانوا يحلمون بهذا. الإمام الصادق يقول تمنيت أن أكون بخدمته. فأنت عندما تدخل ملكوت الله أو تدخل أمر الإمام المهدي، احنا ليش قلنا تدخل كطفل؟ شنو يعني معناته؟ معناته أنه امسح اللي عندك. الطفل ما يعرف، ما عنده أي قواعد ولا قوانين ولا عقائد ولا أي شيء، جاي خام نظيف صفحته بيضاء ما مكتوب بها أي شيء. عندما تذهب إلى ولي الله، عندما يأتي أمر الإمام المهدي والإمام المهدي ووزير الإمام المهدي، لا تذهب وأنت محمل ومكتوب صفحتك مليانة من أول سطر لآخر سطر كلها أشياء. هذه يقعد الإمام المهدي يقعد يمسحها، يقعد يصلحها، يقعد يقنعك أنت، لو يقنع ذاك لو يقنع ذاك، وأنتوا آلاف أنتوا مئات أنتوا أفراد. يعني هذه شلون راح تكون القضية؟ والإمام المهدي إذا قام كأنما الآن قتل الحسين، يقوم غاضب على هذه الفجائع. أنتوا الآن بعضهم يقول لا الإمام المهدي ليش تسوون صورته يعني كأنما قتلوا؟ والله ما أدري، أنتوا نايمين بالعسل. أنت هسه إذا ينقتل إلك بريء، أي إنسان هسه يقتل إلى عزيز عليه إنسان بريء وضعيف وما عنده لا حول ولا قوة، ويقتلونه ويعذبونه ويقطعون أشلاءه ويجوعوه وينتهكوه، وكل هاي الفجائع يسوونها بيه، وهو يشوف ومحجوز عن الجاني، ما يقدر يسوي شيء للجاني. الإمام المهدي الآن محجوز، ما يقدر. أمر الله حائل بينه وبين القيام بالأمر، والأسباب طبعا هي أسباب الله سبحانه وتعالى جعل أسباب للقيام بالأمر. فهذا الشخص إذا حدثت كل الفجائع إلى عزيز على قلبه، هذا شلون راح يكون الموضوع إذا أجل هذا الظالم ومكن منا الله سبحانه وتعالى؟ تدرون إيش قد اليوم موجود هذا اللي نايم بالعسل ما يدري برا أكو ناس فقراء، ما يدري. أنا تحدثت ويا عدة أشخاص يقول لي لا تتكلم انه تقول اكو فقراء، لا ماكو فقراء، هاي بدعه. يتصور انه هو زنقين واموره زينه بشد ذراعه لان هو سبع وقوي. انتم سديتوا كل افاق الارض على الناس، الظلمه سديتوا كل افاق الارض على الناس. ابسط المهن الان موجوده كلها استولوا عليها، كلها حطوا عليها شعار مال الكفيل وغير الكفيل. سدوا كل الارزاق. هذا المظلوم ومقهور الإمام المهدي ينظر إلى كل الناس، ترى هذول المظلومين يباوع عليهم، ينظر لهم كلهم شلون جاي يظلمون، وينظر للظالم شلون ابنه قاعد بأوروبا يشتري سيارات بملايين الدولارات والأرصدة جاي يباوع. هذا الحقائق من تكون مكشوفة راح يصير ايش قد ثورة الإمام تكون قاسية. لذلك نقول عندما تذهب إلى الإمام لا تخلي صفحتك مليانة، ادخل ويا الإمام كطفل. واحنا قلنا احنا مو نلغي العقل، وانما انت قبل لا تتيقن ابحث وتاكد وشوف الادله بحيث من تدخل انت على يقين من امرك. لازم نكون مطيعين للامام المهدي. الطاعه من قبيل مثلا اضرب الامثله، عندما ابراهيم عليه السلام راى في المنام قال لابنه اني رايت في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هذا مو معناته صار ما يفتهم لو ما عنده عقل، لا، هذا يدري انه هذا رجل الهي ويمثل الله خليفة الله في ارضه، لابد انه يطيعه حتى باصعب الامور. اصحاب طالوت قال الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فهو مني الا من اغترف غرفة بيده. البعض اللي هم 313 ما شربوا، مسألة ناقض العقل، ما شربوا. هذا مو معناته انهم ما يفهمون، لا بالعكس هم ذول الافهم. عندما تدخل الى ملكوت الله كطفل تمسح اللي عندك، ماكو بعد انت عندك امر. هو ليش يقولوا بالقرآن عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون؟ بامره يعملون، خلص ما عنده ويا امر الله وامر الامام اراده اخرى. حتى ما نطيل نكتفي بهذا القدر من الحديث حول أقوال السيد المسيح، ونتحول إلى أسئلة بعض القراء نحاول نجيب على هذه الأسئلة.
السؤال الأول من الأخ نور الدين عويني، يقول الإسلام واضح وضوح الشمس، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله يعني أتمنى أنه هذا القول إلى مصداق. تركتكم، هو النبي تركنا على المحجة البيضاء، ولكن السؤال هنا هل بقى المسلمون على المحجة البيضاء ليلها ونهارها؟ الأمر كان واضح بزمن النبي، الأحكام واضحة، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقال الخلفاء من بعد 12 كنقباء بني إسرائيل وكلهم من قريش. هذه موجودة بكل المسلمين، والمسلمين كلهم بايعوا الإمام علي بذاك الوقت. فإحنا جاي نتحدث أنه كانت الأمور صحيحة. بعد ذلك الآن أنت من تحدثني أنه كأنما أنت تقول هذه الجهة اللي أنت تابع لها، المذهب المعين اللي أنت تابع له هو الطريق الصحيح. يعني تريد تقنعني أخ نور الدين أنه أنت ما عندك مذاهب داخل المذهب مالتك وفرق وحنفي وشافعي ومالكي وغيره وغيره وغيره، وحتى مدارس وأئمة عندكم صار طرائق قددا، وكذلك بالمذهب الشيعي هذا الشيء موجود. وين تركنا النبي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولكن لم يبقى على هذا الأمر. ارتد المسلمون بعد وفاة رسول الله إلا 3، والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ولم يبقى منه إلا اسمه. هو النبي زين أنت غير تأخذ بكل أقوال النبي يا أخ نور الدين؟ أقوال النبي يقول لن يبقى من الإسلام، سيأتي زمان لن يبقى من الإسلام إلا اسمه. ماكو الإسلام وينه؟ على يا مذهب، على يا طريقة، على ابن تيمية، لو على الشافعي، لو ابن كثير، لو الذهبي، لو السيستاني، لو الخميني، لو منه؟ على يا مذهب، على يا طريقة، وين الإسلام؟ بيا وجه. هم نفسهم ذول يومين يناقضون نفسهم. ما نطول أكثر بالإجابة. الأخ أبو محمد يسأل، يقول أنا ما يحيرني في المهدي 3 أمور. أولا تقول الروايات أن للمهدي 40 اسما، من بينها اسم في غاية الغرابة وهو كسرى برويز. يعني الإمام المهدي له أسماء متعددة، ولكن لم أقرأ في الروايات أنه له هذا الاسم. قد يكون هذا الاسم في بشارات بعض الديانات الأخرى، هناك ديانات متعددة وله أسماء في تلك الديانات غير الأسماء المتداولة لدينا كمسلمين، وهذا الشيء طبيعي. في كتب الديانات الأخرى موجودة أسماء بالسريانية وبلغات متعددة غريبة، فهذا الأمر ما به إشكالية أخونا أبو محمد. السؤال الثاني، تقول الروايات بأن المهدي الذي تستعجلون خروجه إذا خرج سيعيف قتلا وتنكيلا في العرب سنة وشيعة، حتى يقول الناس لو كان من البيت لرحم قتله للسنة مبرر، فهم أعداءه، أما قتله حتى الشيعة هو ما يحيرني، ولماذا العرب وليس باقي القوميات؟ من قال لك أنه أعداءه السنة؟ ومن قال لك أنه أصحابه الشيعة؟ منين جبت هذا الحكي؟ الإمام المهدي أعداءه مقلدة العلماء، السنة ما عندهم هذا المعنى. أعداءه الفقهاء خاصة يخرجون من الكوفة يا أخي أبو محمد، يخرجون من الكوفة يتأولون عليه القرآن ويقاتلونه عليه ويقولون له ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك. بالكوفة الحكي. إذا قام القائم يخرج كتابان، كتاب في الكوفة وكتاب في البصرة بالبراءة من علي. هذول الشيعة هذا موقفهم، طبعا موقف الأغلبية الساحقة منهم. أما السنة طبعا موجودة عندهم، السفياني يلتف حول منه، فما الشيعة راح يلتفون حول السنة. فالطرفين الأعداء، أعداء الإمام المهدي سنة وشيعة، ماكو أي فرق. اللي يخرج من هذه المذهبية المقيتة ويتخلى عن هذه العقائد الزائفة والبدع المنتشرة في هذه المذاهب ويتنصل منهم كلهم ويتوجه إلى المهدي بالتوحيد الحقيقي اللي ما يتبع أي صاحب رأي أو مدرسة أو كتاب، فهذا راح يستقبل الإمام المهدي. وهذا القتل الذريع ليش يقول ليش العرب من دون باقي الأمم؟ أولا انطلاق دعوة المهدي في هذه الأراضي، وباقي الأمم بعض الأمم يكون حرب قوية بينه وبينهم. احنا عندنا معركة هرمجدون راح تكون ليس بين الإمام والعرب، بل بين الإمام والغرب، دول الغرب. باقي الدول أمريكا وغير أمريكا وحلفاء أمريكا راح تقاتل الإمام المهدي، وتصير معركة عالمية، معركة أو الحرب العالمية الثالثة. أما بعض الدول لا تسلم بدون قتال، موجودة في الروايات يكتبون أصحاب القائم على أقدامهم كلمات فيمشون على الماء، يذهبون إلى أوروبا فيقولون
أهل تلك البلاد هؤلاء أصحابه، فكيف هو فيؤمنون بدون قتال. عدة دول يعني الإمام المهدي يقيم لهم أمورا علمية وغير علمية، كل حسب يعني الأمر اللي يدخل الإمام من خلاله لهم، فيؤمنون بدون قتال. سؤال آخر تقول الروايات أبا جعفر عليه السلام أنكر وجود المهدي فسميتموه جعفر الكذاب ولم تكفروه على اعتبار أن من أنكر وجود إمام فقد كفر. أولا جعفر كان مشتبها كما اشتبه محمد بن الحنفية، لأنه الأئمة احنا المتعارف أنه الأئمة منصوصين بالاسم من زمن النبي، وهذا الشيء غير صحيح. الأئمة منصوص عليهم من حد الإمام الحسين، والباقين لا، تسليم إمام يوصي بالذي بعده، هذا موجودة. وإلا منين اجت الفرقة الزيدية؟ محمد بن الحنفية ليش نازع الإمام زين العابدين؟ نقرأ بالكتب ليش نازع الإمام زين العابدين؟ قال له أوصى إلي أبي قبل موته بساعة في كربلاء. كذلك قول الإمام الصادق عليه السلام لم يبدو لله في شيء كما بدا له في ولد إسماعيل، كانت الإمامة يعني مخصصة لإسماعيل، صار بداء. البداء طبعا تعرفونه أنه الله سبحانه وتعالى يغير الأمر، فصار بداء مكان ما إسماعيل يكون الإمام، وصار الإمام الكاظم عليه السلام، وطلعت الفرقة الإسماعيلية لحد الآن تدرون بها. والفرقة الزيدية الآن موجودة في اليمن أيضا. شنو يعني منين اجوا لو كان النص منصوص؟ زين احنا إذا نسأل محمد بن الحنفية ما يدري أنه النبي وصى بالأئمة اسم واحد بعد الآخر بأسمائهم المعروفة؟ حتى في مسألة سبع الدجيل سيد محمد أيضا كان هو يفترض أن يكون إمام، وأبدأ بدأ الله في سيد محمد. موجودة، هذا أحكي لك عن الروايات. فهذا كان مشتبه. جعفر التواب سماه الإمام بعد ذلك، لأنه تاب، اشتبه، جذبه الإمام من ردائه وصلى بالقوم فتاب ورجع عن الأمر، ما بقى مصر على أمره. ننتقل إلى سؤال أخير ونختم الحلقة. الأخ عبد الرحمن جابر يقول: هل لديكم أي دليل مادي يثبت وجود شخصية المهدي على أرض الواقع؟ بالتأكيد لا شيء غير قال وقيل فقط، تخاريف وأكاذيب وتناقضات وهلوسات مكتوب لا أكثر. والعجيب أن الكثير من كتب الشيعة تقول أن الحسن العسكري إلى آخره. يعني مضمون السؤال أنه يقول أنه قال وقيل. أنا أسألك الآن شنو أنت يعني تريد الدليل المادي؟ النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء قال الله وقال جبرائيل وقال القرآن، هو هم جاءك بالقال والقيل. هو الكلمة هي مسألة بسيطة؟ الله سبحانه وتعالى أمر الناس أنه اسجدوا لآدم، قال لهم. يعني شلون تريد رب العالمين يعني يأتيك يتمثل أمامك يتجسد وتشوفه يلا تصدق؟ يعني لو شلون الدليل مادي؟ لو يكتب لك مثل بالسماء ويطلع لك صورته وينحت لك كجبل، لو تريد مثل المشركين إلا صنم يلا ترتاح. ما يجوز هالشكل يا أخي. المهدي احنا ديننا منين جبناه؟ ديننا قرآن. القرآن منين اجى؟ مو قال تعالى وكتبوه؟ لو نزل من السماء مكتوب. قال تعالى، حفظوا القرآن على صدورهم وكتبوه، كان كلمات. والثقلين هو ما كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وعترتي، هي أقوالهم وصلت إلينا. هو النبي ماذا قال؟ قال شوقا لإخواني، قالوا ألسنا أخوانك يا رسول الله؟ الصحابة قال أنتم أصحابي، هؤلاء قوم يكونون في آخر الزمان آمنوا بسواد على بياض، سواد على بياض. يعني قال وقيل، يعني الكتب هي راح تثبت الحقائق هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لولي الفرج في عافية من ديننا. في أمان الله.